كم مرة صحيت من النوم وانت حاسس انك ما نمتش ومصدع كمان؟ دماغك شغالة 24 ساعة، بتفكر في اللي حصل واللي بيحصل واللي ممكن يحصل، تحليل ورا التاني. والمشكلة ان التفكير مش بيخلص. لو ده بيحصل معاك فالفيديو ده ليك. اعمل لايك واشترك في القناة، وتعالى نشوف حاجة بقت منتشرة جدا اسمها الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط. ليه بيحصل وازاي بيأثر علينا، والاهم ازاي نسيطر عليه قبل ما هو يسيطر علينا. التفكير المفرط ده ببساطة هو إن دماغك تفضل تدور وتلف حوالين فكرة أو خوف أو احتمال معين، كأنك بتتفرج على نفس الفيلم في دماغك كل يوم ومش عارف تقفله. بتفضل تتخيل كل السيناريوهات الممكنة. طب لو حصل كذا، طب لو ما حصلش، طب لو خسرت، طب لو ندمت. بس بدل ما التفكير ده يطمنك بيزود الخوف أكتر، وبكده تفضل في دايرة مغلقة ما بين التفكير والقلق والتفكير تاني أكتر. هل التفكير المفرط ده مرض؟ أحب أطمنك وأقولك إن مش دايما التفكير المفرط بيبقى مرض، بس لو التفكير ده مأثر على نومك وأكلك وتركيزك وحياتك اليومية، يبقى غالبا دخلنا في حاجة اسمها Generalized Anxiety Disorder أو اضطراب القلق العام، زي ما بيقول الكاتب كده. لكن لو لسه في مرحلة التفكير الزيادة بس، تقدر تتحكم فيه بخطوات بسيطة بإذن الله، وده اللي هنشرحه سوا خطوة بخطوة. ليه بنفكر كتير؟ وليه دماغنا مش بتسكت؟ السؤال ده طبيعي جدا. تعال نبدأ نفكك الموضوع مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة كاستروفايزنج، التضخيم، اللي هو ببساطة إن عقلك يضخم كل حاجة، يركز على الخطر ويفترض إن المصيبة جاية. يعني مثلا يجيلك دور برد بسيط، فتلاقي نفسك بتفكر طب ده يمكن بداية مرض خطير، يمكن سل، هموت طيب. وساعتها بتصدق الفكرة دي تماما، وتحس إن الخطر ده حقيقي وإن اللي جاي مرعب. بس استنى شوية، هو ليه أصلا الشخص اللي بيضخم الأمور بيعمل كده؟ هل هو بيحب يعذب نفسه؟ أكيد لأ. الحكاية لها أسباب، ممكن تكون وراثية، يمكن دماغه مبرمجة على القلق شوية، أو يمكن يكون مر بتجربة صعبة جدا في حياته، أو تجربة خوفته أو وجعته جامد، وساعتها عقله سجل إن الدنيا خطر وإن السلامة مش هي الأصل، فبقى دايما مستعد للأسوأ، دايما على وضع الخطر. وهنا بقى مربط الفرس. جزء كبير من العلاج انك تعرف انك بتضخم الحاجة، لان لما تكون قلقان عقلك بيقنعك ان الاحتمال الوحش هو الاحتمال المنطقي. لان اول لما بتبقى واعي للنقطة دي، تقدر تقول لنفسك لحظة، دي مجرد فرضية مش ضمن احتمالات كتير، مش لازم تكون اكيدة ومش لازم اصدقها على طول. تاني حاجة intolerance to uncertainty، عدم تحمل المجهول. عالم النفس الكندي ميشيل دوغاز، الراجل ده بيقول إن السبب الأساسي في القلق والتفكير المفرط مش دايما الخوف من حاجة معينة، لكن من المجهول نفسه. يعني إيه المجهول؟ يعني اللي لسه محصلش، اللي مش عارف شكله إيه، اللي المستقبل مخبيه. الإنسان بطبيعته مش بيحب المجهول، لأنه عدو ما يجهل، فبيبدأ يفكر كتير، مش علشان بيحب التفكير، لكن علشان يطمن نفسه. عقله بيقول طب خليني أحسبها، إيه أكتر احتمال ممكن يحصل؟ ولو حصل كده أعمل إيه؟ طب ولو حصل كده برضه أعمل إيه؟ وبيفضل يحاول المستقبل المجهول ده لحاجة واضحة، أو على الأقل يحصره في كام احتمال محدد، حتى لو الاحتمالات دي مش حلوة. العجيب بقى إن عقل الإنسان أهون عليه يعيش تجربة سيئة فعلا من إنه يفضل مستنيها ومش عارف هتحصل إمتى أو إزاي. يعني يفضل يقولك قول لي إن المصيبة جاية دلوقتي وأنا أتعامل، بس ما تسيبنيش منتظر كده. لكن المفاجأة الكبيرة اللي اكتشفتها الدراسات النفسية إن كل المحاولات دي علشان نقلل المجهول ونفهم المستقبل بتعمل العكس تماما، بتزود القلق وتخلي التفكير يزيد أكتر وأكتر. أما الحل مش إنك تسيطر على كل حاجة، لكن إنك تتقبل المجهول، تتقبل إن في حاجات في الدنيا مش هتعرفها، وإن الخطر جزء طبيعي من الحياة. ولما توصل للمرحلة دي من التقبل، هتلاقي القلق بيقل والتفكير المفرط بيهدى، وده بالظبط اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في آخر الفيديو. تالت حاجة عدم تقبل وجود الخطر. في ناس كتير عايزة تعيش حياة من غير أي خطر، من غير فشل، من غير إحباط، من غير وجع. بس الحقيقة إن الحياة عمرها ما هتكون كده. الخطر والفشل والزعل جزء من الرحلة، جزء طبيعي زي النفس اللي بناخده. تلاقي الشخص القلوق مثلا عايش طول الوقت بيحاول يأمن نفسه من كل حاجة، يأمن مستقبله، رزقه، عربيته، صحته، كل تفصيلة في حياته، وبيقول لنفسه أنا مش عايز أتعرض لأي حاجة فيها خطر. بس الغريب إن الناس اللي بتفكر بالشكل ده هم نفسهم أكتر ناس عايشة في قلق. طب ليه؟ لأنهم بيحاولوا يعملوا المستحيل. مش ممكن تعيش حياة خالية من الخطر، ولا تعرف تمنع الأيام إنها تتقلب، ولا تقدر تضمن إن كل حاجة تمشي على مزاجك.
الراحة الحقيقية مش إنك تمنع الخطر، لكن إنك تتقبل وجوده. لما توصل لمرحلة إنك تقول لنفسك أيوة ممكن أفشل، ممكن أتأذي، ممكن الدنيا تتقلب، بس أنا هتعامل، ساعتها بس القلق هيبدأ يقل وهتعرف تعيش بهدوء، لأنك خلاص تقبلت طبيعة الحياة زي ما هي بكل حلوها ومرها. رابع حاجة البرفكشنزم. لو انت من النوع اللي لازم يحل كل مشكلة 100%، فدي في حد ذاتها مشكلة، لانك عمرك ما هتلاقي حل كامل من جميع الاتجاهات في الحياة. الكمال مش موجود، لان الكمال وحده ولو فضلت تدور عليه هتفضل قلقان ومتوتر. اقنع نفسك ان الحل كويس كفاية، مش لازم يكون مثالي. خامس حاجة محاولة السيطرة على التفكير بشكل غلط. عارف ايه اللي بيحصل لما نحاول نسيطر على تفكيرنا بطريقة غلط؟ خليني احكي لك. تلاقي نفسك مثلا قاعد قلقان والمخ شغال ومش راضي يهدى، فتقوم تقول لنفسك يلا بقى كفايه قلق، ما تقلقش، ما تفكرش بالطريقه دي. او يمكن حد حواليك يقول لك يا عم ده موضوع بسيط، انت مكبر الموضوع ليه؟ او يمكن كمان تبدا تلوم نفسك وتقول انا ليه بفكر كده؟ ده كده سوء ظن بالله. هل حصل معاك كده قبل كده؟ اكيد اغلبنا جرب ده في وقت من الاوقات. بس تعالى نسال نفسنا بصدق، هل فعلا الطريقه دي نفعت؟ هل لما قلت لنفسك ما تقلقش القلق فعلا اختفى ولا زاد اكتر؟ اللي بيحصل ان القلق بيتضاعف لانك بتحارب تفكيرك بالعافيه، بتحاول توقفه غصب عنه، وده بيخلي دماغك تشتغل اكتر وتلف في دواير. وده السبب اللي هتفهمه التفصيل في اخر الفيديو، ازاي تتعامل مع الافكار دي بالطريقه الصح من غير ما تدخل في حرب مع نفسك ولا تزود القلق بدل ما تهديه. محاولة عدم التفكير في نقطة غريبة جدا، ويمكن أول ما تسمعها تستغربها زي ما أنا استغربتها أول مرة. أنا هنا بكلمك عن علاج التفكير المفرط، بس المفاجأة إن العلاج مش إنك تحاول ما تفكرش. أنا عن نفسي بفكر كتير وباخد قرارات غلط في الآخر عادي يعني، عارف إنها تبان متناقضة، بس اسمعني النهاية. في عالم نفسي اسمه دانيال ويجنر، راجل من جامعة هارفارد، عمل بحث مشهور اسمه Ironic Effects of Mental Control، اللي هو اسمه التأثير الساخر لمحاولة السيطرة على العقل. الراجل عمل تجربة بسيطة بس عبقرية. قسم الناس لمجموعتين. المجموعة الأولى قال لهم عايزكم لمدة دقايق تحاولوا ما تفكروش خالص في الدب الأبيض اللي ممكن يدخل علينا. والمجموعة التانية قال لهم العكس، فكروا عادي، مفيش أي تعليمات تمنعكم من التفكير في الدب الأبيض اللي ممكن يدخل علينا. وتخيل النتيجة، المجموعة اللي كانت بتحاول ما تفكرش في الدب الأبيض كانت صورته بتنط في دماغهم أكتر من الناس التانيين. يعني كل ما حاولوا يمنعوا نفسهم من التفكير، كل ما فكرة الدب الأبيض لزقت في دماغهم أكتر. وده معناه ببساطة إنك لما تقول لنفسك ما تفكرش، ما تقلقش، انسى الموضوع، عقلك بيعمل العكس بالظبط وبيبدأ يضخم الفكرة ويكررها أكتر وأكتر. فمحاولتك إنك تكبت التفكير أو تمنعه مش بتعالج المشكلة، دي بالعكس بتزودها. وده اللي العلماء سموه التأثير الساخر، انك كل ما تحاول تسيطر على عقلك هو اللي يسيطر عليك اكتر. تعرف ان في افكار غلط عن التفكير، في منها ايجابية وفي منها سلبية. الافكار الايجابية الغلط واللي هو اكتر نوع بيوقعنا فيها هو اللي بنسميه الافكار الايجابية الزائفة. يعني ايه؟ يعني انك تفتكر ان القلق والتفكير الكتير ده هو اللي بيحميك، تقول لنفسك انا لازم اقلق علشان اكون جاهز، لو ما قلقتش يمكن تحصل مصيبة، فتفضل تفكر وتفكر وعقلك يقنعك ان القلق ده هو درع الامان بتاعك. بس الحقيقه غير كده خالص. القلق ممكن يمنعك من شويه اخطار، بس في المقابل بياكل روحك حته حته، بيسحب طاقتك، بيقلل انتاجيتك، وبيخليك تعيش دايما في توتر. وعشان كده محتاج تعمل حاجه مهمه جدا، ابدا فتش في المعتقدات اللي جواك. اسال نفسك ايه الفكره اللي بتقلقني بس في نفس الوقت حاسس انها مهمه ومفيده؟ زي مثلا انا هيجيلي مرض خطير فلازم اتابع كل تفصيله في جسمي واعمل تحاليل كل شويه، انا لازم اقلق على الفلوس علشان ما افلسش فاشتغل ليل ونهار. افكار زي دي بتديك احساس كاذب بالامان، بس في الحقيقه هي اللي بتخليك تعيش في خوف مستمر. جرب كده تكتب الفكره اللي بتقلقك وبعدين اعمل مقارنه بسيطه، ايه مزاياها واضرارها على المدى القريب وايه مزاياها واضرارها على المدى البعيد. هتتفاجئ لما تكتشف ان الفايدة الوحيدة اللي كنت شايفها مش حقيقية زي ما كنت فاكر، وان الضرر اللي بتسببه الفكرة دي اكبر بكتير من النفع اللي بتتخيله. وساعتها ابدأ اكتب معتقد بديل اكتر اتزانا. يعني بدل ما تقول انا لازم اقلق علشان احافظ على نفسي، قول انا ممكن اكون حذر من غير ما اقلق واتعامل مع اللي هيجي وقت ما يجي. الفكرة انك لما توازن بين النفع والضرر بعقلك الهادي هتشوف الحقيقة اللي كانت مستخبية، ان القلق مش هو الحماية، الهدوء والوعي هم اللي فعلا بيحموك بعد ربنا سبحانه وتعالى.
نيجي بقى للحاجة التانية اللي هي الأفكار السلبية الغلط، بس المرة دي من النوع السلبي اللي بيخوفنا وبيخلينا نعيش في الرعب من نفسنا. واحدة من أشهر الأفكار دي هي إن الشخص يقول لنفسه القلق ممكن يقتلني. تخيل إحساس حد مقتنع إن مجرد توتره أو خوفه ممكن فعلا يوقف قلبه أو يموته. الكاتب بيقول إن فاكر مرة كان بيتابع حالة لواحدة عندها بانيك ديسودر، اضطراب الهلع. كانت بتجيلها نوبات مفاجأة، قلبها بيدق بسرعة، تحس إنها مش قادرة تتنفس وجسمها كله بيترعش، وساعتها كانت متأكدة إنها هتموت في أي لحظة. كل مرة كانت بتيجي فيها النوبة دي كانت بتقول خلاص دي النهاية. لكن الموقف اللي غير كل حاجة في رحلة علاجها كان لما فهمت حقيقة بسيطة جدا، إن نوبات الهلع دي ما بتموتش حد. هي مزعجة ومخيفة جدا بس مش قاتلة. اللحظة اللي استوعبت فيها المعلومة دي كانت كأنها اتنفست لأول مرة بجد، لأنها عرفت إن الخطر اللي كانت حاساه مش حقيقي زي ما كانت متخيلة. وده اللي لازم نفهمه، اللي بيغذي القلق مش الموقف نفسه لكن الاعتقاد الخاطئ اللي جوانا عنه. ولما تبدأ تصحح المعتقد ده هتكتشف إن جزء كبير من خوفك كان مجرد وهم، مش خطر حقيقي. تعرف إن في حاجة اسمها ميتا ووري، القلق من القلق. في نقطة مهمة جدا بيقع فيها ناس كتير من غير ما ياخدوا بالهم. في باحث بريطاني اسمه أدريان ويلز، الراجل ده من أكتر الناس اللي درسوا القلق والتفكير المفرط، واتكلم عن مصطلح غريب شوية لكنه حقيقي جدا، اسمه ميتا ووري أو القلق من القلق. الفكرة ببساطة إنك مش بس بتقلق من الموقف، لا كمان بتقلق من قلقك نفسه. يعني مثلا تحس إنك متوتر أو قلقان من حاجة معينة، وفجأة تبتدي تقول لنفسك هو أنا ليه قلقان كده؟ ده شكلي هتجنن، أنا مش قادر أتحكم في نفسي، القلق ده هيضيعني. وساعتها اللي بيحصل إن القلق الأصلي كان بسيط، لكن لما تخاف منه بيكبر وبيتضاعف، فتدخل في حلقة مفرغة. أولا قلق، وبعدين ضيق من القلق، وبعدين قلق من الضيق نفسه. وده اللي بيخلي الناس تحس إنهم محبوسين جوه دماغهم، مش عارفين يخرجوا من دايرة التفكير دي. بس الحقيقة إن السر كله بسيط جدا. لما تحس بالقلق ما تفسرش الشعور ده زيادة عن اللزوم. ما تقولش أنا هتجنن أو أنا مش طبيعي، قول لنفسك ببساطة أنا حاسس بقلق وده مجرد إحساس وهيعدي. لما تتعامل مع القلق على إنه إحساس عادي زي أي إحساس تاني زي الجوع أو التعب، هتلاحظ إنك بدأت تهدى، وإن القلق مش هو اللي هيسيطر عليك، أنت اللي بقيت شايفه على حقيقته. Safety behaviors، سلوكيات الأمان. في شاب اسمه زيزو كان دايما بيحس بالقلق في مواقف معينة، وكل ما القلق يزيد عليه كان بيعمل حاجة علشان يطمن نفسه. مرة يفتح السوشيال ميديا، مرة يشغل فيلم، ومرة يكلم حد قريب منه. المهم كان كل مرة بيعمل كده فعلا بيحس براحة مؤقتة، كأن القلق ده اختفى، بس بعد شوية يرجع أقوى من الأول. لحد ما راح لدكتور نفسي، والدكتور قال له حاجة خلت زيزو يقعد يفكر كتير. قال له يا زيزو اللي بتعمله ده اسمه safety behaviors، يعني سلوكيات الأمان. ودي حاجات احنا بنعملها لما نحس بالخوف أو القلق علشان نطمن نفسنا، بس الحقيقة إنها بتخلي القلق يتمكن منك أكتر. زيزو استغرب جدا وقال له ازاي يعني؟ انا لما بعمل كده بحس بالامان مش العكس. ابتسم الدكتور وقال له عارف يا زيزو الاحساس ده بيطمنك على المدى القريب، بس بيسحب منك الامان الحقيقي على المدى البعيد، لان كل مره بتهرب من احساسك عقلك بيترجم الهروب ده ان في خطر حقيقي، وانك لازم تفضل تهرب دايما. وضرب له مثال بأم كانت دايما خايفة على ابنها، مقتنعة انه مريض رغم ان كل التحاليل قالت انه سليم. الام دي كل شوية تقيس حرارته وتنام جنبه كل ليلة علشان تطمن. هي فعلا بتحس بالراحة لحظيا، بس جواها القلق بيتغذى اكتر، لانها كل يوم بتأكد لنفسها ان في خطر لازم تراقبه. وقتها فهم زيزو ان الحل مش الهروب، الحل هو المواجهة. الدكتور قال له الموضوع مش سهل، بس ممكن تبدأ خطوة بخطوة. أول حاجة اكتب كل سلوكيات الأمان اللي بتعملها لما تقلق، بعدها رتبهم من الأسهل للأصعب، وابدأ كل أسبوع حاول توقف سلوك واحد بس. وطبعا الدكتور قال له آخر حاجة كانت أهم نصيحة، استعد يا زيزو، لأن أول ما تبدأ تسيب سلوكيات الأمان القلق هيزيد شوية في الأول، وده طبيعي جدا، بس لو استحملت الإحساس ده هتكتشف إنك كنت أقوى من اللي كنت فاكره. ومن اليوم ده بدأ زيزو يفهم إن الطمأنينة مش في الهروب من القلق، الطمأنينة الحقيقية في إنك تواجه وتتعامل معاه كإحساس مؤقت، مش كعدو لازم تهرب منه. لازم تعرف إن في فرق ما بين القلق الصحي والقلق المرضي. القلق الغير صحي بيركز على الخطر، بيحاول يسيطر على كل حاجة، بيخليك تتجمد، بيزود التفكير. إنما بقى القلق الصحي بيركز على الحل، بيتقبل إن الحياة فيها مجازفة،
بيخليك تتحرك، بيهدي عقلك. تعال نشوف مع بعض خطوات العلاج العملي. أول حاجة هنحدد المشكلة، اسأل نفسك أنا قلقان من إيه بالظبط؟ وهل ده احتمال ولا مشكلة حقيقية قدامي؟ تاني حاجة قيم مسؤوليتك، ارسم دايرة في دماغك قسمها لعوامل، انت والناس والظروف، وشوف انت مسؤول عن كام في المية منهم. لو بتقول نفسك 100% هتتعب على الفاضي. تالت حاجة اشتغل على الحل مش على الخطر. بدل ما تسأل نفسك هو انا ليه فشلت، اسأل ازاي انجح. التركيز على الحل هو اول طريق العلاج. رابع حاجة سلم نفسك، مش بمعنى الاستسلام، لكن سيب الفكرة تعدي، ما تحكمش عليها وما تحاربهاش، خليك زي البحر كده، الموجة تيجي وتمشي. خامس حاجة خصص وقت للقلق، اختار وقت كل يوم نص ساعة تسميه ده وقت التفكير. أي فكرة تيجي قبلها قول لنفسك مش دلوقتي، هفكر فيها في وقتها. هتتفاجئ إن أغلب الأفكار هتختفي لوحدها أصلا. سادس حاجة تقبل المجهول والإيمان بالقدر. الحل الحقيقي لتقبل المجهول هو الإيمان إن في رب حكيم مدبر، عارف الخير من الشر، وكل حاجة بتحصل لحكمة. لما تؤمن إن القدر كله خير هتعرف تطمن حتى للمجهول. وزي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.